اجتماعية لاحتضان أطفال نزيلات هذه المؤسسات، يعكس العمل الدؤوب لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الإرادة الملكية السامية في ضمان الكرامة الإنسانية لكافة فئات المجتمع، ولا سيما منها فئة السجناء. جعلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من التكوين المهني المؤهل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية عماد استراتيجيتها المندمجة الرامية نزلاء المؤسسات السجنية عماد استراتيجيتها المندمجة الرامية إلى ضمان إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع في سوق الشغل بعد إطلاق سراحهم وتمكينهم من أحداث أنشطة مدرة للدخل تحول دون تجدد حالات العود. يشكل العمل الرائد الذي تضطلع به المؤسسة رسالة بليغة لتشجيع كافة مكونات المجتمع على اتباع هذا النهج وتعبئة الوسائل الضرورية لتحويل الفضاء السجني إلى مشتل إعادة التأهيل والإدماج عبر